عبد الصمد الزلزولي الذي كان بالفعل مع منتخب المغرب في الأولمبياد وأهدوا العرب الميدالية الكرة. كان محاولة المرور هذا المهاري سجل هدفين في مباراة الفريق والتسديدة اصطدت في الكرة الماضية. تعود إلى إلى الزلزولي، عبد الصمد الزلزولي. المهارة المغربية موجودة في الكرة الماضية ولا زالت الكرة بأقدام الزلزولي. هنا في هذا المكان محاولة من جانب أوروبية بينما انطلاقة في هذا المكان. ريال مدريد يبدو خطيرة في الكرة الآن. الوضع الطبيعي أن نشاهد ما نشاهده الآن. أتحدث عن هذا السيناريو تحديدا، أن نشاهد ريال بيتيس. هذا الفرنسي خطيرة للفريق الأندلسي. الله الله الله، التهديد الخطير من الزلزولي. أعتقد معي من يتابع هذه القمة الكبيرة أن هذا المغربي الموهوب سيطول به المقام هنا في البرنابيو. فإن هذه الأجواء الحديث على بداية لجولر، لكن انطلاقة في مرور، لكن رودري محاولة المرور، الكرة تلعب، كرة من ضربة ركنية، رودري عالية وبالراس ولا زالت، والمحاولة والكرة بتضيع، الكرة بتضيع. فوز ومرور والعرضية الخطيرة والكرة سهلة في المكان السليم. يملك تسديدات قوية، كرة تلعب وتصل بعد ذلك من كارافايو للزلزولي المهاري. كرة جميلة في الجهة اليمنى، هذا السنغالي، وكرة خطيرة هنا في الجهة اليمنى، لكن في إجماع من الكل على أن حتى كارافايو الزلزولي المهارة الرائعة جدا لابن أسود الأطلس. الزلزولي مباراة كبيرة جدا لي، وكرة تلعب باتجاه هنا ولكن أطول على الزلزولي ويحضر هذه الانطلاقة. كرة تلعب للأمام وبماية، المحاولة مستمرة، العرضية في هذا المكان، لكن الزلزولي يحضر والنوايا واضحة بالمناسبة في ريال بيتيس. الكرة تذهب وتعود، تلعب وبالراس في الكرة الماضية لريال بيتيس، الفريق الأندلسي الشجاع والمهارة، لكن الكرة الماضية أقرب لحارس المرمى. الكرة في هذا المكان، محاولة عالية خطير، الله ضربة ركنية. هذا ما يخيف جمهور ريال مدريد. وهذه لعبة محاولة، ينتظر مرور، عرضية اصطدت، وبعد ذلك غائب عن مباراة الليلة بينما انطلاقة في هذا المكان خطيرة. الله الزلزولي كاد مدريد او ريال بيتيس بينما خطيره، وحارس انتقل الى حلم الكبير كما قال. هذه محاوله، كره تلعب عاليه خطيره. لقاءات ريال مدريد، نعم، ابراهيم دياز، فران من ارض الملعب، ولدينا سابقة، لكن قبل ذلك كله في محاولة في هذا المكان الآن تلعب وفيها مرور والكرة خطيرة ولا زالت دياز، ابراهيم دياز، محاولة المرور، لاعب مهاري، هنا مرور، خذوا هات، الله الله الله، اهلا بك في الليغا. يتحمل مسؤوليته اطلاقا. اتحدث عن هدف المباراة الاول طبعا كيليان مبابي. لكن اليوم المغربيان طبعا ابراهيم دياز في جانب ريال مدريد، ولدينا طبعا الزلزولي عبد الصمد عبدي الذي قدم مباراة شراسة في الشوط الثاني في مباراة الليلة. دياز مرور دياز للامام ومرور، الله، ضربة جزاء، يعاني، يتقدم، يسدد ويسجل.